على فكره انت فسك. مين ده اصلا؟ انت فسك. مين ده اصلا؟ انا بقول لك انت فسك. والله العظيم انتوا اللي غلطانين ان انتوا طلعتوا والله الناس دي انت بقت نجوم. فسك. ها والله العظيم انتوا اللي غلطانين انكم خليتوا الناس دي نجوم. لا بس انا على فكره انت اتغيرت قوي يا كرامتك بقت كده. ايه كرامتك؟ لا بجد عشان الفيلم يعني بتعمله معايا ولا هتعمله معايا؟ فيلم ايه؟ امال ايه هو اي حد ازاي اصلا يكلمني كده قدامك وانت عادي يقف يزعق لي؟ هضربه يعني ولا حاجه؟ تفتكر يعني انا هضربه؟ يعني يكلمني عادي كده ويقول لي ما طلعكيش من المدينه بتاع وانت تسكت له يعني؟ واروح انا اقول له لا مش هتطلعها. مش لا هتقدر. طب وافرض قام يضربني يعني تسكت برضه؟ لا طبعا. لا طبعا ما ينفعش يضربك ازاي؟ والله العظيم ثلاثة وتقلبني في الحلقه. طب ما تقول ما تتكلمي، لو كلمت كلمه اللي هو اتكلم هو كلمه حريه. لا يا سعد لا يا استاذ محمد لا خلاص. لا انا عايز اعرف انتوا حرين دي يعني ايه؟ يلا لا يلا عايز اعرف انتوا حرين دي يعني خلاص ايه؟ بقى يلا بقى يا عم هواري. ما يلا يا عم بقى. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني ايه انتوا حرين؟ مش فاهم. تعالى لي على فكره لسه ما ادلتش ادب لغايه دلوقتي. لا انا بفهمك اهو. تعالى معايا عايزك. لا يا استاذ محمد اهو. بقول لك ايه؟ انت في اوعى تكون فاهم انك ما بتكلم فيش يا استاذ ولا بشرب ولا بعمل اي حاجه يا استاذ. النهارده انت بايظ خالص. لا مش بايظ يا استاذ ولا حاجه يا استاذ. ما انت برضه عمال تفوت لي يا استاذ محمد يعني. طب روح اقعد مكانك يا استاذ محمد. روح اقعد مكانك يا استاذ محمد. اوكي اهدى روح اقعد بقى مكانك كده يا استاذ. وشوف اساليه اسئله. قول لنا عملت ايه؟ اختم يا استاذ. قول لنا عملت ايه في غنوة غنوة العنب؟ عشان انا اوريه مين الراجل فينا. قول لنا عملت ايه في يا غنوة استاذه العنب؟ ما دام عيب حياة كده. امي وامك هوريك مين الراجل فينا. مالكيش دعوه بامي. طيب انا بفهمك. ماشي عشان اقول لك انتوا حرين. يا نهار ازرق على الواد ده مش طبيعي النهارده. لا ما يقوليش لو هي اتكلمت او هو اتكلم وهم حرين. على فكره انت فسك. مين ده اصلا؟ انت فسك. مين ده اصلا؟ انا بقول لك انت فسك. والله العظيم انتوا اللي غلطانين ان انتوا طلعتوا والله الناس دي انت بقت نجوم. فسك. ها والله العظيم انتوا اللي غلطانين انكم خليتوا الناس دي نجوم. الناس وتسكتوا لهم وتسكتوا على تهزيئكم ليهم كده. يعني انت اكتر منه ان انت قاعد ساكت على تهزيئك ليه يعني. كده. هيعمل لي والله ايه؟ العظيم ولا ده محترم ولا ده محترم. لا مش خاتمه حاجه. بالسلامه. واحد قاعد يهزق في واحد برضه طول النهار فسك. والتاني ساكت له ويقول لك فسك. وانت حرين. رايحه فين بالعبايه دي دلوقتي؟ في الوقت المتاخر. مش قلت لك 100 مره ما بتطلعيش في البلكونه؟ تعالي هنا تعالي هنا يا اسماء يا ريهام. روح وراها روح وراها عشان انت ايه اللي بتخرف ليه النهارده؟ انا ضارب يا عم مش عارف. ضارب ولا حنبوزو. في حد يضرب؟ فكر ان انت ممكن تعمل معايا حاجه فاهم فعماله ايه عشان انت اعمل لك ايه صاحبها. بس يا سعد؟ انت تستاهل حاجه؟ هو واقف هنا وانا تعيط خايف ولا عارف بتضحك؟ هيضربني راح اجيب الكرسي فمأمن. تعيط ولا بتضحك ولا بتعمل ايه؟ يا ريهام انت ريح نفسك من التمارين دي وروح اضرب دراعينك سيليكون وتعال وانت ما حدش يتكلم. جبتها؟ اقعد بقى. ايه انت كنت بتشم بالارض ولا ايه؟ انت حاطط استاذه صفين؟ اهو جاب بس هم اصحابه بس. يلا بقى اختي الله يكرمك. لا استاذ هي جايه بتنجمه على قفايا بس ده مين؟ انا اكلت الحلقه برضه وبمنتجي بقى براحتك. تيت تيت. كويس يا سعد. وانا جبت ضغط كام يا جماعه؟ 1001 هيبقوا 1003 ان شاء الله. واحد مهايبر ضارب 2 طعميه و2 في شنكاح. طب يلا يلا يا شباب. يا استاذ تقول لي انا نسيتي وتنهي. زي ما سمعنا محمد لطفي طول الحلقة بيقول حاضر بعدين لما نشوف لما نخلص بعدين ولما نخلص وهنشوف وسيبيه يتكلم. كل دي كناية عن انه متضايق من سعد الصغير ولكن ما ينفعش قدام جمهوره ان هو يتكلم بطريقة غير لائقة او يعمل تصرف مش لائق. لكن سعد الصغير ما احترمش ده وما عملش ده عشان كان بيحاول ان هو يستفز محمد لطفي بس ما عرفش عشان ده مقلب في محمد لطفي. عارف. لا بص انا عارف سعد هو احنا عارفين مش مقلب.
كنت قاعد بتهز كل حاجه. ده كان هنطلع بره و5 دقايق هيربطني في عمود، وعارفه كان يقول لي ايه؟ نحن غرابة حق حق انا عارفه. يا ريت اللي محمد لطفي عمله ده قدام جمهوره يبقى اللي بنعمله في بيوتنا، واللي بنعمله في مكاتب الانتاج، واللي بنعمله في الشارع، ونلتزم الاحترام لبعض ونبقى واحد بجد، مش قدام جمهورنا بس، في بيوتنا كمان وفي الشارع وفي السكريبت الكبير اللي انت قلت عليه اللي هو بيتكتب عند الله سبحانه وتعالى. يا رب نختلف ولكن من غير خلاف. اشوفكم بكره ومن غير خناق يا ريهام، من غير لو سمحت. خناق. طبعا.